السلام عليكم. مازال ما عرف لون جوسبر تكونوا كامل بخير وان شاء الله كما تخليكم نلقاكم كامل بالصحه والعافيه. راني وليت لكم وجبت لكم وصفه تاع الدولمه تاع الفلفل بحشوه لذيذه بالبزاف واقتصاديه، يعني تقدري تحضريه في 5 دقائق. وصفه ولا اروع، يحبوه كامل كبار وصغار بحشوه لذيذه بالبزاف كما قلت لكم. ألوغ بلا ما نطول عليكم نجوزو للطريقة والمقادير كيفاش. أولا رايحة نجيب الفلفل نتاعي، الحمر مع الأصفر راه يتباع يعني وين تروحو تصيبوه، خاصة هاد الأيام يعني وقته. رايحة ننظفو كامل ونحيلو هاديك الزريعة. الآن رايحة نحضر الحشو نتاعي. عندي الرز يكون طايب نص طياب مع لحم مفروم، وهنا عندي قزبر مع النعناع قطعته رقيق، مع سنينة تاع ثوم سكرفجين مع حبة تاع البيض. ورايحة نضيف 3 مغارف كبار تاع الفريك بطبيعة الحال غسلته نظفته كامل، والملح مع فلفل الكحل وفلفل عكري مع راس الحانوت، مغرفة كبيرة تاع الزيت مع التوابل تاع اللحم. انا هنا علاش استعملت الزيت باه يخلي الحشوة نتاعنا تجي طرية وما تفتتش لينا كي نطيبوها. رايحة نخلطها كامل كما راكم تشوفوا، ونبدا نعمر او نحشي الفلفل نتاعي كما راكم تشوفوا. انتم تقدروا ديروا اللي تحبوه، ماشي لازم ديروا الصفر والحمر، تقدروا ديروا اللي متوفر عندكم فقط. رايحه نعمروهم كامل كما راكم تشوفوا. فوالا، ورايحه نطيبوه في مقلاة، بيان سور الزيت تاعكم تكون سخونه، ونخليه يطيب حتى وين يتحمر لينا من جهه وجهه. من بعد رايحه نصفو ولا نقشرو ونخليه اكوتي. هنا واش نحتاج في لاصوص، درت بصله مع حبه تاع طوماطيش مسكرفجين مع الثوم، قطعتهم ودرت لي زيبيس فلفل الكحل مع فلفل عكري وراس الحانوت والملح والزيت وطيبتهم ومرقتهم حوالي ب2 كيسان تاع الماء فقط. بعد ما طابت لاصوص تاعي ضفت الفلفل نتاعي نخليه داخل المرقه حتى وين يتشرب كامل هذيك لاصوص، ونخليه وهي يطيب غير بالعقل. فوالا، هذه هي الوصفه نتاعنا تاع اليوم، الدولمه تاع الفلفل. هاوليك الطريقة نتاعي كيف خرجت، يعني ولا أروع، بنينة بزاف خاصة مع هذا الأشكال الحمر والصفر والخضر، يعني يعطينا واحد المنظر ولا أروع. الو بلا ما نطول عليكم نقولكم صحتكم وتهلاو في روحتكم، والى الحصة المقبلة ان شاء الله.